بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة المغاربة، كما كنا كنعرفوا باللي الجزائر هذه 50 سنة وهي كتصرف على البوليزاريو أكثر من 800 مليار دولار باش تقسم المملكة المغربية. ولله الحمد، الجنود والجيش الملكي وجلالة الملك والمغاربة الأحرار، المملكة بقات بالتراب ديالها من طنجة للقويرة. المشكلة هي من بعد الصفعة اللي تلقاها عطف وزير الخارجية ديال الجزائر في اسبانيا، الاجتماع اللي كان مع الميقاس بوريطة والبوليخاريو وموريتانيا. عطف كان هرب من الصحافة وتجنب التصريحات. دابا باش يبينوا الجزائريين باللي هما خصهم يعترفوا باللي الصحراء الغربية عمرها ما كانت في المغرب، وباللي هي في تندوف، وباللي هي في وسط الجزائر، قرروا انهم يعملوا له مباراة. هاد المباراة غتكون بين المنتخب ديال تندوف الصحراء الغربية مع المنتخب ديال الجزائر كرغولية. هاد المباراة هادي مقررة واقيلا عاد تلعب هاد اليومين هادي ان شاء الله. حنا ما نخسروا والو، حنا غنتفرجوا نشوفوا الناس تندوف كيفاش عاملين. حنا كنا كنسمعوهم غير يعني الناس ديال افريقيا، مالي والنيجر وزامبوقيا وديك الدول اللي ما كنعرفوهمش حنايا، كانوا جابوهم ونزلوهم في تندوف باش زعما كانوا كيبغيو يقسموا المملكه. ولكن ولله الحمد، بحال دائما الدرون كتسلم على اللي كيقرب من الحدود. دابا بداو كيقنعوا الجزائريين باش ما بغاو، قرروا لهم انهم عاد تلعب مباراه ديال منتخب الصحراء الغربيه التندوفيه مع المنتخب الجزائري كرغولية. وبهذا كتكون الجزائر بكل صراحة كتقول للجزائريين باللي الصحراء الغربية عمرها ما كانت في المملكة المغربية. الصحراء الغربية من أول زمن هي في تندوف، عندهم المقر، عندهم مجلس الرئاسة، عندهم وزير الخارجية، وزير الداخلية، عندهم الرئيس، عندهم الجيش بوليزاريو. هادشي هذا كامل في تندوف. حنا كنا عارفين هادشي هذا 50 عام، وحنا عارفين باللي مكاينش الصحراء الغربية، كاينه تندوف. ولكن الجزائريين هما اللي ما كانوش باغيين يفهموا، واصلا صعيب عليهم يفهموا. حتى المغاربه قراو واعيين، تربيه الملوك. الجزائر 50 سنه استاذ ما عندهم شي، ما شكون يعلمهم، شكون يثقفهم. هما بقاو على فرنسا وعلى الاتراك، وعاد يعني داكشي مخلط مع مالي ونيجير. ما كاينش سلاله، ما كاينش تاريخ، ما كاينش تراكمات باش عتكون هاد الدوله هادي عندها سياده وعندها سياسه وعندها ديمقراطيه. صافي هادوك كاين اراضي ديال تونس، مالي، موريتانيا، المملكه المغربيه، الصحراء الشرقيه ديالنا. هادوك الطروفه ديال الاراضي جمعتهم فرنسا وسماتهم جاء زائر. دابا جاء زائر كان عندها الهدف ديالها هو هدف فرنسي، انها يتقسم المملكه. صدقوا وحلو في البوليزاريو في وسط الجزائر وفي الاراضي التندوفيه اللي ان شاء الله طال الزمن ولا قصر عرضوا ديك الصحراء الشرقيه ديالنا. هادوك اراضي مغربيه موروثين ابا عن جد، وفي الدستور ديالنا الاراضي الحقه، وفي الدستور الجزائر الاراضي الموروثه عن الاستعمار. هذا هو الفرق اللي بيناتنا. مملكه 13 قرن عندها تراكمات سياده، اما مدينه دويله فرنسيه عندها 50 سنه لا وجود لا للتاريخ ولا للسياده. المهم غنتفرجوا ان شاء الله هاد المباراه ديال الصحراء الغربيه التندوفيه مع المنتخب الجزائري الكرغوليه. غنشوفوا هاد الناس تندوف كيفاش عاملين، البشره ديالهم واش كيتكلموا فحالنا اولا جاو من شي كوكب اخر. حيت حنا مغاربه معروفين ما كنهاجروش البلاد ديالنا، وإلا هاجرناها كيبقى الشوق والحنين فيا خنرجعوا لينا ونستثمروا فيها ونعملوا الابناء ديالنا فيها. هذا هو الفرق اللي بيناتنا، حيت ابناء ملوك دائما. الله الوطن الملك، وعاش الملك.